حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا عن عادات الزواج في الصعيد، وكنا وصلنا القعدة اللي فاتت لحد تجهيز منزل العروسين، وهنكمل في القعدة دي بإذن الله ونحكي عن الجهاز اللي بتجيبه العروسة معاها من بيت أبوها. طبعا في وقتنا الحالي العروسة بتقعد تجهز في نفسها سنين، وده علشان بتقعد في بيت أو شقة لوحديها، ولازم يكون البيت كامل من مجاميعه، وكمان علشان الحاجات دي غالية قوي، وخصوصا الخشب والأدوات الكهربائية. أما عروسة زمان كانت بتجهز نفسها ب10 جنيه، والحكاية كلها ما تاخدش معاها يوم بليلة. أي والله. وعلى رأي المرحوم عبد المنعم مدبولي يرحم زمان وليالي زمان، وكانت العروسة بتجيب معاها من بيت أبوها صندوق من الخشب، والصندوق ده بتشيل فيه متعلقاتها الثمينة زي هدومها والمكحلة والمراية وبعض أدوات المنزل الصغيرة. وكان الصندوق ده زي الدولاب اللي بنحط فيه الحاجات دلوقتي، وكانوا الرجالة بيشيلوه بين أيديهم يوم دخلة العروسة، أو ممكن كانوا يشيلوه على ظهر حمار ويمشوا بيه قدام العروسة. وكان أهل العريس والعروسة في أغانيهم بيتباهوا قدام الناس بالحاجات اللي بتجيبها العروسة، وأم العريس تغني وتقول: فين دولاب العروسة فرجوني عليه، واللي خطب العروسة الله ينور عليه. يجي واحد ويقول لي: يا عمدة، يعني دي كل الحاجات اللي بتجيبها؟ يجي واحد ويقول لي: يا عمدة، يعني الحاجات اللي قلتها دي هي كل الحاجات اللي بتجيبها العروسة؟ أمال لو حبت تطبخ مثلا تطبخ فين؟ أقول له: طبعا ما فيش حاجة اسمها تطبخ وتاكل هي وجوزها لوحديهم. الطبيخ كان بيتم في البيت لكل أفراد العيلة على كانون، والعريس والعروسة كانوا بينزلوا ياكلوا مع لمة العيلة. وكمان لأن نصيب الواد في البيت بيكون غرفة أو رواق، عشان كده مش بيستحمل إنه يكون جواه كل المستلزمات اللي بيحتاجها بيت مستقل. ممكن المساحة بتاعته توصل 500 أو 1000 متر، زي بيت العيلة مثلا اللي ساكن فيه العريس والعروسة مع أبوه وأمه. وعلشان الراجل بيكون مخلف عيال كتيرة، هيبقى مجهود وتكاليف كتيرة عليه إنه يعمل لكل عيل من عياله بيت مستقل. وكمان كانوا مش بيحبوا يبنوا بيوت في الأرض الزراعية علشان يحافظوا على مساحة الأرض المزروعة. بعكس الوقت الحالي، الناس في الصعيد بدأت تبور الأرض وتبني عليها بيوت من الطوب والمسلح. طيب، والخبيز والعيش؟ برضو كان الخبيز خاص بالعيلة كلها، وكان بيتم في يوم من أيام الأسبوع على فرن مصنوعة من الطين والصلصال، وكان بيخبزوا عيش شمسي أو عيش بتاو مصنوع من القمح. وفي ناس كانت بتخبز عيش اسمه العيش القيضي، وده مصنوع من الذرة الرفيعة. وكان عندهم زير من الفخار بيخزنوا فيه المية، والزير ده كان عبارة عن فلتر طبيعي بيخلي للمية طعم جميل قوي، بيسقع المية في عز حرارة الصيف من غير تلاجة كده. وكان طبعا عندهم مواشي مولودة في الحوش بيحلبوا منها اللبن، واللي بيشربوا جزء منه والباقي بيطلعوا منه السمن البلدي والجبنة. وكانوا طبعا عندهم مواشي موجودة في الحوش بيحلبوا منها اللبن، واللي بيشربوا جزء منه والباقي بيطلع منه السمنة البلدي ويطلعوا منه الجبنة. وكان عندهم بلاص بيخزنوا فيها الجبنة القديمة والمش. وكان عندهم طيور بتجيب لهم البيض وبيذبحوا منها وياكلوا. وكانوا بيجيبوا الخضار من الغيط
اللي زارعينه بإيديهم. معنى الكلام ده إن جواز الواد في بيت أبوه ليه فوايد كتيرة قوي، ومنها طبعا إنه هيترحم من تكاليف الزواج الكبيرة واللي بتخلي الشاب دلوقت بيعدي 30 سنة ما يتجوزش. كمان بيبقى مصلحة لأهل العروسة لأنهم بيترحموا من تكاليف تجهيزها بشكل كبير زي دلوقت، لأن كل حاجة بتستعملها موجودة في بيت حماتها. وكمان العروسة بترتاح كتير من شغل البيت وتربية العيال، لأن في البيت حماتها وأخوات جوزها واللي بيساعدوها في شغل البيت. ولو لاحظنا هنا هنلاقي إن بيت الزوجية وكل الحاجات اللي بيستعملوها أو بيشربوها أو بيأكلوها كلها من عناصر البيئة المحيطة بيهم، وده اسمه اكتفاء ذاتي. عشان كده برغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة لكنهم كانوا عايشين أحلى عيشة، وكانت أمراضهم قليلة وأعمارهم طويلة برغم قلة الخدمات الصحية في الوقت ده، لأنهم كانوا بياكلوا أكل نظيف من خير الأرض، وكانت كل حاجة بيعملوها برضا وبحب. والقعدة الجاية بإذن الله هنتكلم عن عادة الخطوبة في الصعيد في حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.